بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل للقاعدة التانية أو المهمة التانية أو الرول أو النصيحة اللي أنا بنصحك بيها وأنت بتتعلم، وهي دي طريقتك في التعلم. الصورة اللي قدامك دي هي دي الطريقة بتاعتك في التعلم، ولازم تمشي عليها، ولو ما مشيتش عليها مش هتتعلم. إزاي؟ أول حاجة لما تتعلم أي حاجة مطلوب منك بس إنك تعملها. طب الكودي وحش، اعملها وهو كودك وحش، مفيش اي مشكله خالص. المهم فقط انك تعمل ايه، انك تعمل التاسك دي، بس ما تفضلش في المرحله دي. لانك لو فضلت في المرحله دي فانت كده اساسا بتخالف الضمير، وربنا هيحاسبك. لان في حاجات تانية احسن المفروض تعملها وانت ما عملتهاش، هتتحاسب عليها صدقني. سيبك من البشر بشكل عام، او سيبك من الكود شغال، ما دام شغال فهو حلو. لا، ما دام تقدر تعمل احسن يبقى مطلوب منك تعمل احسن. زي ما قال واحد صاحبي: اذا كان الاحسن ممكنا فالحسن غير كاف. يعني انت لو في افضل انت عارف ان هو يتعمل وتقدر تعمله يبقى لازم تعمله. تمام، بس ما تجلدش نفسك. اول حاجه وانت بتتعلم تطلب منك تاسك، انك تعمل التاسك دي وفقط، باي حال وباي شكل. لازم التاسك تخلص. خلصنا التاسك، اعملها تاني وحسن فيها وعدل فيها لغايه ما توصل لليفل كويس فيها. طب وصلت الليفل الكويس بعد التعديل الكتير والخطأ الكتير والصواب اللي انت عملته بقى مرة في التانية، اعملها بشكل افضل على طول بقى. انت خلاص عرفت الطريقة الامثل. ده الشكل اللي انت لازم تمشي عليه وانت بتتعلم. وانت بتتعلم اي حاجة مش بس برمجة، بتاخد المعلومة تعملها الاول، ضروري تعملها. ايا كان، اعملها سباكيتي، اعملها مش بتتشقلب لفوق لتحت، اعملها. بعد ما عملتها هقدر اعرف ان انا كتبت كود غلط، لان انت لا يمكن تعرف الكود الصح من غير ما تكتب الغلط اصلا. هتعرف الصح ازاي؟ فبتكتب الغلط. بعد ما بتكتب الغلط بتريبيت وبتكرر وبتشوف مره واثنين وثلاثه، وتشوف صاحبك اللي عامل تاسك زيك بس هو عنده فكره احسن عمل بيها، فتروح تطبق الفكره دي في صاحبك الثالث. 4 افكار 5 افكار، لا فيهم احسن فكره وافضل طريقه. خلاص وصلت لافضل طريقه، استمر بقى على افضل طريقه دي. اتمنى اكون فدتك. اخيرا وليس اخرا، بشكركم جدا على انكم وصلتوا معايا للفيديو النهائي، اللي وصل فيكم في الفيديو النهائي. بشكرك جدا. ان شاء الله هتلاقي لينكات التواصل بتاعتي موجوده في الوصف في الديسكريبشن الخاصه بالفيديو ده. ولو احتجت اي حاجه او اي سؤال تقدر تسالني بشكل مباشر على طول، سواء من خلال لينكد ان او من خلال حتى الفيسبوك بشكل عام، او تقدر تتواصل مع ايراسوفت على طول. النقطة الأخيرة والمهمة اللي عاوز أقول لك عليها، إن إحنا بنقدم كورس اسمه CS8، بيتضمن الحاجات دي كلها، وبيتضمن تأسيسك في مجال البرمجة بشكل عام، وبيحطك على قاعدة قوية جدا جدا عشان تقدر تختار مجالك بشكل صحيح من غير ما تتشتت، وتقدر تبتدي فيه بقوة. CS8 من كلمة Computer Science in 8 weeks، في 8 أسابيع. بندرس من خلال الكورس ده بشكل عام، بندرس اساسيات البرمجه من غير اي حاجه خالص، بندرسها بالسودو كود. بعد كده بندرس البيزكس بلغه اسمها السي بلس بلس. بعد كده بنتطرق ونعلى بالليفل، بندرس كونسبت مهم جدا اسمه OOP Object Oriented Programming. بعد كده بندرس موضوع مهم جدا جدا لازم تهتم بيه ولازم تاخد فيه ليفل كويس جدا، هو الداتا ستراكشرز والالجوريثمز. ما ينفعش برضو تبقى مبرمج وما تحتكش بالداتابيز، فبننتقل بعد كده للداتابيز وناخد مقدمه في علم قواعد البيانات. وفي النهايه يبقى في عندنا مبادئ مهمه لاي راجل سوفت وير انجينير يبقى عارفها، وبنعرفها في النهايه في اكتر من مبدا بندرسهم مع بعض. مش ده المهم في السي اس 8. المهم في السي اس 8 طريقه التعليم فيها، لان احنا بنعتمد فيها على التفاعل بشكل كبير اكتر من ان احنا نقعد نكتب كود. وبيكون في فاصل ما بين كل توبيك والتاني، ما بيبقاش بقعد ادش معاك ادش، مفيش الكلام ده خالص. بيكون في فاصل. الفاصل ده بيكون عباره عن ان في حد من اهل الخبره في المجال ده بيجي يكلمك عن المجال اللي هو فيه، ويقول لك تبتدي فيه ازاي وتعمل فيه ايه. زائد انه مش بس بيكلمك، بيكون موجود ان انت تساله وتستفسر منه على اللي انت وعسى تكون مهتم اصلا بالمجال ده، او داخل وانت عارف انت عاوز انه مجال. فهو بيعرفك على المجال وبيقول لك تمشي فيه ازاي. ولو عندك اي اسئله تقدر تساله بسهوله جدا جدا. كل توبيك بعد ما بنخلصه بيبقى فيه الجزء ده. ان شاء الله اشوفك على خير. لو انت حبيت تنضم معانا في كورس السي اس 8 برضه هتلاقي لينك بتاعه في الديسكريبشن في بتاع الفيديو او الوصف بتاع الفيديو. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.